ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنبدا شرح سلسله مسائل ماده الفايل اورجانيزيشن. احنا عندنا 3 انواع داخلين معانا في الميد ترم. اول نوع ان شاء الله هنشرحه النهارده، وهو النوع بيتكلم عن العلاقه ما بين السي بي يو والرامات والديسك او اي سكند ستورج. فاول حاجه هو هنا بيقول لي ان انا عندي السي بي يو وعندي المين ميموري اللي هي الرامات يعني، وعندي اي سكند ستورج، وهنا هيستخدم الديسك يعني. دلوقتي انا لو السي بي يو عايز يجيب اي وورد، يعني السي بي يو عايز يجيب اي وورد او اي انفورميشن، اي معلومات عايز يجيبها مثلا من المين ميموري، وعايز يجيب السي بي يو برضو عايز يجيب اي انفورميشن او اي وورد من السكند ستورج. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنشوف الوقت اللي هو بياخده عشان يجيب اي حاجه من المين ميموري، والوقت اللي بياخده عشان يجيب اي حاجه من السكند ستورج اللي هنا عندنا هنا الديسك، وهنقارن بين النسبه ما بين الوقتين. طبعا انا لما اجيب حاجه من المين ميموري فطبعا هتكون اسرع بكتير من لما اجيب حاجه من الديسك، لان اصلا الديسك بطيء جدا. فهنا هو بيقول لي ان العلاقه ما بين السي بي يو والمين ميموري، فانا بروح اخد وورد ترانسفير فاست، فمعنى كده بيقول لي ان هو لو عايز السي بي يو لو عايز اي وورد فبياخده بسرعه، لان ما بين السي بي يو والمين ميموري. اما لو السي بي يو عايز ياخد اي بلوك ترانسفير فبيبقى سلو، عشان بتعامل مع الديسك. وطبعا لما باجي اتعامل مع الديسك بتعامل بالبلوك، والبلوك ده مجموعه من الوردز، لان هو الديسك حجمه كبير، اما المين ميموري حجمها اصغر من الديسك، فانا بتعامل بالوورد. احنا قلنا ان البلوك ده مجموعه من الوردز، ولكن الوورد دي معلومات يعني، يبقى الوورد اصغر من البلوك يعني. فعشان كده الرام صغيره، فانا بتعامل مع وورد فبيبقى سريع، عشان السي بي يو والرامات يعتبر السرعه قريبه لبعض، ولكن الديسك مقارنه بيهم بطيء جدا، فبتعامل مع البلوك عشان هدفي اللي انا ما اروحش كتير اجيب معلومات من الديسك، فبجيب بالبلوك اللي هو مجموعه من الوردز. السي بي يو عشان اما يجي يتعامل اصلا مش بيتعامل مع السكند ستورج او الديسك مباشر، لا هو بيبقى فيه وسيط ما بينهم اللي هو الرامات، لان اسرع حاجه عندنا هنا السي بي يو، بعد كده المين ميموري، وبعد كده ابطا حاجه اللي هي السكند ستورج مقارنه بيهم يعني. فانا عشان السي بي يو يجيب حاجه من الديسك فلازم يكون في وسيط ما بينهم اللي هو الرامات. فاحنا هنقارن النسبه ما بين ان انا عايز اجيب اي حاجه من معلومه او وورد من المين ميموري، وهنقارن برضو لما اروح اجيب اي معلومه من الديسك. طيب اول حاجه بيكون عندنا حاجه اسمها الريشيو، ودي بنحسب النسبه ما بين الوقتين، وقت الديسك على وقت الرامات. وطبعا اكيد الوقت هيكون يعني وقت السكند ستورج، يعني الوقت اللي هيطلع عندي، فوقت اللي انا اجيب معلومه من السكند ستورج هيكون ابطا بكتير من ان انا اجيب معلومه من الرامات، وهنشوف طبعا في المسائل. فهنا احنا اما نيجي نجيب الريشيو بنقسم، لما نيجي نجيب الريشيو بنقسم التي سكند ستورج اكسس على التي مين ميموري اكسس تايم اكسس يعني. فهنشوف معانا في المسائل. انا عندي هنا في رسمه لازم نكون عارفينها ونفرق ما بينها بين البرايمري ستورج والسكند ستورج ميموري. فانا عندي هنا الميموري تنقسم الى برايمري ميموري وسكندري ميموري، تمام. اول حاجه عندي البرايمري هتكون الرامات والروم، تنقسم الى حاجتين. وانا عندي السكندري تنقسم الى هارد ديسك، سي دي، دي في دي، فلوبي ديسك. وكنا اتكلمنا طبعا على الفلوبي ديسك في ماده كمبيوتر بريفرنس، والانواع بتاع السكند ميموري والبرايمري. لازم نكون عارفين التقسيمه يعني، ولازم نكون برضو عارفين التقسيمه. عندي هنا في هرم لازم اكون فاهمه كويس. طيب الهرم ده بيقول ايه؟ بيقول عندي اسرع حاجه هي السي بي يو ريجستر، دي بتكون في السي بي يو. تاني حاجه عندي الكاش ميموري، بعد كده المين ميموري، بعد كده الماجنتيك ديسك اللي هي الديسك ستورج يعني، وبعد كده الاوبتيكال ديسك، وبعد كده الماجنتيك ديسك او ماجنتيك تاب. دي زي اللي هي الحاجات الضوئيه زي الدي في دي والسي دي. وعامة احنا كل ما بننزل لتحت فانا عندي الكباسيتي او السعه بتزيد، ولكن السرعه بتقل طبعا. والعكس كل ما اطلع فوق السرعه بتزيد والمساحه بتقل والسعر بيزيد طبعا. يعني سعر السي بي يو ريجستر دي غاليه جدا، فكل ما اطلع فوق فانا عندي السرعه بتزيد جدا، واللي عندي الكوست او السعر بتاع الحاجه بيزيد. فلازم نكون فاهمين الجزء ده كويس. اول حاجه انا قلت فكره المسائل ان انا بقارن الوقت لما اجيب اي انفورميشن او اي وورد او اي معلومات بجيبها من الرامات للسي بي يو، وبقارن الوقت برضو او الوقت اللي انا عشان اجيب اي داتا او اي وورد او اي بلوك قصدي من الهارد ديسك، فبجيب النسبه ما بينهم وبنشوف مين ابطا من مين والكلام ده. القوانين، فانا اول حاجه عندي حاجه اسمها تي ام اي، دي اللي هي مين ميموري اكسس تايم، واللي هو زمن الوصول للرامات. اللي هو مثلا لو السي بي يو عايز يجيب اي حاجه من الرامات فده زمن الوصول.
عشان اجيب الحاجه دي من الرامات. وعندي حاجه اسمها تي اس اي اللي هي بتعبر يعني عن السكند ميموري اكسس تايم، ودي زمن الوصول عشان اجيب اي حاجه من الديسك. فانا اول قانون عندي اللي هو بجيب الريشيو، فالريشيو بتساوي تي اس اي على تي ام اي. طب ايه يعني ايه تي اس اي وتي ام اي؟ اللي هو يعني ديسك اكسس تايم وعلى المين ميموري اكسس تايم اللي هو زمن الوصول عشان اجيب اي معلومه من الديسك، وزمن الوصول عشان اجيب اي معلومه من المين ميموري. فبقسم الاثنين على بعض، وبنكتشف طبعا ان الديسك هيكون ابطا على حسب بقى الارقام عندي، هيكون ابطا من المين ميموري بارقام كبيره يعني. طيب انا بيقول لي انا بشوف النسبه ما بين زمن الوصول او الوقت، يعني زمن الوصول او الوقت ما بين الديسك والرام لما اجيب اي بلوك او اي وورد من الاثنين، فبقارن وبشوف الوقت. نيجي للجزئيه دي، يعني ايه تايم ديسك؟ فانا في التايم ديسك بضرب الريشيو في المين تاسك. يعني ايه تي مين تاسك؟ يعني التايم بتاع اي تاسك هتعمله المين ميموري. هو بيدولي في المساله ان المين ميموري عملت تاسك معينه فاخدت وقت معين، فانا بضربه في الريشيو. طب انا ليه بعمل كده في حوار التايم ديسك؟ علشان مثلا انا هحسب مثلا ان في مهمه مثلا هقارن، يعني دلوقتي في مهمه في الرامات خدت مثلا معايا 10 ثواني، فانا هشوف نفس المهمه دي لما المعلومات دي او الانفورميشن او الوورد دي او البلوك موجود في الديسك هياخد كام وقت. يعني انا رحت جبته من الرامات، السي بي يو راح جابه من الرامات فخد 10 ثواني، لما اروح اجيب الحاجه دي نفس الحاجه بس اجيبها من الديسك فهشوف هتاخد كام وقت. طبعا هتبقى ابطا بكتير جدا جدا جدا، وكلها طبعا ارقام احنا بنفترضها عشان نوصف، ولكن هي مش ارقام حقيقيه يعني بتحصل بالظبط، ولكن احنا بنفرض الارقام دي علشان نعرف مدى البطء بتاع الديسك، يعني بتاع السكند ستورج. بس انا عندي هنا ده قانون ثالث بيفيدنا في تحويل الوقت الافتراضي. يعني انا مثلا طلع معايا التايم ديسك طلع معايا رقم معين، فانا بقسمه على 24 مضروب في 60 مضروب في 60 علشان احول الوقت عندي بالايام. طبعا كلها ارقام افتراضيه، يعني هو في الواقع يعني احنا بنوصف بس ان بيبقى في بطء اصلا لما اجيب حاجه من الديسك تكون بطيئه جدا لما اجيب حاجه من الرام، لما السي بي يو يعني يطلب اي انفورميشن او اي ووردز. فاحنا هنا بنقول عشان احول الوقت اللي يطلع معايا في الديسك تايم او التايم ديسك، فعشان احوله بالايام، فحاجه تقريبيه حاجه لتوضيح بس البطء يعني. فبنقول توتال تايم ديسك اللي احنا مطلعينه فوق بنقسمه على 24 مضروبه في 60 مضروبه في 60. ليه؟ احنا قلنا ان اصلا اليوم فيه 24 ساعه، وفي الساعه فيها 60 دقيقه والدقيقه فيها 60 ثانيه، فبضربهم في بعض بحيث ان اطلع عندي بالايام، اطلع عندي الوقت بالايام. طبعا هنشوف في المثال. فدول الثلاث قوانين اللي عندي اللي انا عامه المثال مش هيطلع بره الثلاث قوانين دول. تمام. طبعا هيجي نحل اول مساله. اول حاجه هو المفروض اصلا احنا بعد ما نجيب الحل الرياضي بنطبقه ككودينج سي بلس بلس بروجرام، ولكن احنا في الفيديو ده نشرح الحل الرياضي فقط او حل المسائل فقط، مش هنطبقه. اول حاجه هنا بيقول لي ان انا عايز احسب الريشيو ديسك اكسس تايم وتو مين ميموري اكسس تايم. بيقول احسب الوقت اللي بياخده السي بي يو عشان يجيب اي انفورميشن من السكند ميموري. بيقول لو انا بيقول اللي هو عمل مهمه في السي بي يو، فالمهمه دي خدت معاه 20 تيك 20 سكند يعني 20 سكند. فعايز اشوف to get the same information the access time of main memory. هو بيقول ان انا عايز اشوف ال 20 دي اللي انا يعني مثلا هو جاب معلومه او هو كان عنده مهمه مثلا معينه السي بي يو فراح جابها من الرامات فاخدت معاه 20 20 سكند 20 ثانيه يعني، فعايز يجيب نفس الحاجه دي باعتبار ان هي هتكون موجوده في الديسك، فهو عايز يشوف هي هتاخد كام وعايز يحسب الريشيو. فهو انا بيقول لي ان المين ميموري بتساوي 120 في 10 اس سالب 9 سكند او 100 نانو سكند، والاكسس تايم السكند ستورج ميموري قال 30 في 10 اس سالب 3 سكند او 30 ملي سكند. فبيقول لي هات لي الحل يعني واعمل لي كود سي بلس بلس وحل المساله. طب اول حاجه بحسب حاجه اسمها ريشيو، فالريشيو دي تي اس على تي ام. تي اس دي اللي هي تايم زمن الوصول بتاع السكندري ستورج، فهو مديهولي هنا ميموري يعني، فهو مديهولي هنا في المساله ب 30 في 10 اس سالب 3، فبكتب 30 في 10 اس سالب 3 على التي ام اللي هو زمن الوصول دي المين ميموري. فهو مديهولي في المساله ب 120 مضروبه في 10 اس سالب 9، فانا بضرب في 10 اس سالب 3 وسالب 9 علشان هو مديني ان الزمن الرامات بالنانو، فبضرب في 10 اس سالب 9 وفوق مديهولي بالملي سكند فبضربه في 10 اس سالب 3 عشان الوحدات تكون متكافئه، وبحل المساله عادي جدا.
اللي هو الوقت عشان اجيب اي معلومات من السكند ستورج، والتي ام هو تايم ميموري اكسس تايم، وده عشان اجيب اي معلومات من الرامات. ف 120 في 10 سالب 9 ده مديها لي في المساله. طب انا ليه هنا ضربت فيه 10 اس سالب 3 وضربت فيه 10 اس سالب 9؟ عشان احولها لي ان الوقت اللي يطلع معايا او النسبه تطلع معايا بالثواني. فعشان احولها يعني اخلي الوحدات كلها متكافئه، فتطلع معايا هنا الناتج هيطلع معايا ب 250,000. فكده انا جبت الريشيو. كده اول حاجه جبتها الريشيو، تاني حاجه هجيب التايم ديسك. فالتايم ديسك هيساوي معانا، احنا قلنا بنضرب الريشيو في التي ام تاسك اللي هي المهمه بتاعه المين ميموري، هو مداري في المساله فوق. فانا الريشيو عندي هنا 250,000 هضربها في 20. طب ليه هضربها في 20؟ لان هو كان بيقول لي فوق هنا عشان اعمل مهمه في المين ميموري فباخد 20 سكند، فهو عايز الوقت اللازم عشان لما اعمل نفس المهمه the same information access second storage. فهو عايز نفس الحاجه، يعني هو دلوقتي هو second storage، فهو دلوقتي عايز يشوف لما انا دلوقتي عندي مهمه معينه موجوده في الرامات خدت معايا 20 كوقت، يعني 20 سكند. نفس المهمه لما اروح اعملها لو الحاجه دي موجوده في الديسك، عايز اعرف هي هتاخد معايا كام وقت، فهيضرب ال 20 في الريشيو. فهتطلع معايا لما اضرب ال 20 في 250,000 فهتطلع معايا ب 5 مليون سكند. فهتطلع معايا 5 مليون سكند. عامة هو اللي فوق هنا، هو هنا كان بيقول لي يعني ال 250,000 دي مش سكند، ال 250,000 دي هنا معناها ايه؟ معناها ان هو بيقول لي ان الديسك ابطأ 250,000 مرة من الرامات، ان الديسك ابطأ من الرامات ب 250 اللي هو الذاكرة السكند ستورج ابطأ من البرايمري ستورج. تمام. فطلع معايا كده ان التايم في الديسك طلع معايا ب 5 مليون سكند. فانا دلوقتي عايز احول ال 5 مليون سكند دي للايام. عشان احولها بالايام هقسم ال 5 مليون، طبعا الزمن قلنا التوتال ديسك بالثواني، انا هنا هحسبها بالايام. فانا هقسم ال 5 مليون دي على 24 مضروبه في 60 مضروبه في 60، فتطلع معايا حوالي يعني 57 و 87 من 100 يوم، يعني 58 بالتقريب، 58 يوم. طب ليه احنا حولناها بالايام؟ علشان هو عامه ده رقم كبير جدا، فاحنا حولناها بالايام عشان افتراض يعني. فمعناها ايه؟ معناها ان المعالج هيقعد مستني 58 يوم حرفيا علشان يوضح الفرق، يعني يبقى في فرق جوهري، او بيوضح لنا الفرق الجوهري ما بين سرعه الرامات وسرعه السرعه في الديسك. فيقول ان الديسك بطيء جدا عشان اجيب منه اي معلومه، فبيأخر جدا مقارنه بالرامات. وكلها دي ارقام افتراضيه انا بفترضها عشان اوضح بس الفرق في السرعات. اتمنى تكونوا فهمتوا الدنيا. فكره المسائل سهله جدا، يعني ما فيهاش اي فكره المسائل سهله جدا، ما فيهاش اي لعب، تعويض مباشر. اول حاجه احنا قلنا بنجيب الريشيو، وقلنا ان الريشيو ده بيكون التي اس على التي ام. تي اس ده اللي هو الديسك اكسس تايم، اللي هو زمن الوصول عشان اجيب اي حاجه من الديسك، والتي ام اللي هو زمن الوصول عشان اجيب اي حاجه من المين ميموري. وبعد كده لما اطلع الريشيو بضربها في التايم او المين تاسك، اللي هو لما يكون عندي مهمه معينه هو بيداري في المساله في الرامات، فالمهمه دي انا عايز اعمل نفس المهمه ولكن في الديسك، فهو بيديني الوقت اللي عمله في الرامات، بضربه في الريشيو عشان اشوف لو عملت نفس المهمه دي في الديسك اشوف هتاخد معايا كام وقت. وبعد كده بحول الوقت، بقسم توتال الوقت اللي طلع معايا اللي هو بالسكند، يعني لازم يكون بالثواني، بقسمه على 24 مضروبه في 60 في 60 علشان احولها لايام. وبعد ما احولها لايام بنشوف مدى طبعا البطء، ان الديسك بطيء جدا مقارنه بالرامات. فدي فكره واحد مسائل فايل اورجانيزيشن. فاحنا خلاصة حل المسائل، اول حاجه بجيب حاجه اسمها ريشيو. فاحنا قلنا ان الريشيو دي بتساوي تي اس على تي ام. تي اس دي اللي هو ديسك اكسس تايم، اللي هو الوقت اللازم او زمن الوصول عشان اجيب اي معلومه من الديسك، والتي ميموري اكسس تايم اللي هو الوقت اللازم عشان اجيب اي حاجه من الرام يعني. فبقسمهم على بعض، فالناتج اللي بيطلع ده بيقول لي ان الديسك ابطأ بنسبه كام من الرام، على حسب طبعا الارقام اللي بتطلع معاه.
فبشوف ان ده الديسك طبعا كده كده هيكون ابطأ من الرام. ديسك تايم ديسك ده بضرب الريشيو في التي مين تاسك اللي هي زمن المهمه اللي هو بيدالي في المساله بتاع الرام، بيديني وقت معين ليها، فبضربه في الريشيو عشان احسب لو نفس المهمه دي هعملها في الديسك هتكون ابطأ بكام مره من الرامات. وبعد كده اخر خطوه اللي انا بحول التوتال تايم ديسك عندي اللي هو بالثواني، بحوله بقسمه على 24 مضروبه في 60 مضروبه في 60 عشان احوله بالايام تقريبيا، علشان اوضح الفرق الجوهري او الموضوع ان الديسك ابطأ من الرامات. اتمنى تكونوا فهمتوا اول نوع من مسائل الفايل اورجانيزيشن بكل سلاسه وبساطه، واكون وضحت لكم الدنيا على قد ما اقدر. بالتوفيق يا شباب.